طبق الفول المتحيق ده بقى ما يحلاش الا من ايد الحاج صاحب البيت. تعالوا بينا بقى نشوف الشيف الكبير بتاعنا هيعمل لنا ايه، ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جاب الطاسه وحط فيها شويه زيت وحته سمنه بلدي، تمام. بعد كده بقى كان مقطع البصله، نزل بالبصله المتقطعه، وبعد كده اداها كده تشويحه لحد ما اخدت لون فاتح خالص. بعد كده جاب طماطمتين متقطعين صغير خالص، تمام كده، واداهم برده تشويحه مع البصله. وبعدين قطع فصين من التوم شرايح كده رفيعه زي ما انتم شايفين، وبرده نزل عليهم بيهم، اديهم كده تشويحتين مع بعض. بعد كده نزل بطبق الفول. عايز اعرف بقى التركات اللي بتعملوا بيها طبق الفول بالقوطه او طبق الفول بالطماطم بتعملوها ازاي؟ اكتبوا لي في الكومنتات. هنا حط الملح وحط فلفل اسود وحط كمون، ولو عايزين تحطوا شطه كمان ضيفوا شطه. قلب قلب بقى كل الجمدان ده كده مع بعضه. بصوا بقى التفاصيل بتاعه الطبق شكلها حلو ازاي، كل حاجه كده مع بعضها بجد تحفه فنيه جدا. عايزه اقول لكم بقى ان طبق الفول ده فعلا ما يحلاش الا من ايد جوزي، طعمه بجد حكايه. جربوه ان شاء الله وهيعجبكم، وما تنسوش تكتبوا لي التريكات بتاعتكم ايه تحت في الكومنتات. واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميد رايك.